يا صباح الخير والأمل والتفاؤل والحب، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم أبدا. متنسوش كده تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي، يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، أنا وكل السامعين. اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا ده سوفي تعب مني فجأة برضك يا حبايبي، معرفش موضوع السخونية عنده ايه، سخن مني. فاخدته ورحت للدكتور عبد الرحمن، طبعا جنبنا في بلد جنبينا. اخدته ورحت كشفت عليه، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، يشفي كل مريض. والله العظيم يا حبيبي لسه السخونية عنده مش راضية تنزل. وبصوا انا يعني حاسة ان انا اللي تعبانة، مش هو اللي تعبان. بقاله كام يوم وثلاث ايام كشف عليه برضك السخونية عنده، مش عارفة اعمل في ايه. طبعا أنا سبت رهف معاه قاعدة شوية، وكنت جايبة بصل وطلعت كده شرشت البصل كده. وبعد كده ايه، هي جت بصت عليا برضو، سابت اخوها نايم وايه، يعني كانت تجيلي فوق وتنزل تحت تبص على اخوها كده، يعني تناولني حاجة. كده يعني كانت بتصورني كده. ما تنسوش كده تدعي لابويا وامي وامواتنا اجمعين، ربنا يرحمهم ويرحمنا اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش كده تحطوا لي لايك ودعوة حلوة من قلوبكم، كومنت حلوة كده، ربنا يكبر خواطركم. اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني. وحشتوني من اخر فيديو انا نزلته. بصراحة يعني انا غبت عنكم بقالي 3 4 ايام اهو ما نزلتش، بس غصب عني والله العظيم. كان ابني تعبان، وكان بصراحة يعني مش كان عندي فيديوهات اصلا متصورة، كان عندي حاجات بسيطة كده، فكملت بقى ايه على اللي موجود عندي وقلت انزل لكم فيديو كده ايه، عشان انتوا وحشتوني بصراحة، يعني وحشني الكلام معاكم. طبعا طلعت كده يا حبايبي، شرشت البصل كده، شلت الايه اللي هتتاكل الاول واللي هتفضل وكده. يعني هي البصلة مش، بصراحة البصلة ديت لما جات لي مش حلوة، مش قد كده يعني. فانا بقول لكم ايه، البصل اللي هي لها يعني اسمها، اللي هي العمق بتاعها تخين كده، دي سبتها يا حبيبي اكلها الاول عشان مش تفرغ مني وتبوظ. اسمها لها زور، بصلة لها زور كده. والبصلة التانية انا هسيبها تقعد شوية قدام يعني. فرهف كانت ربنا يبارك فيها يا رب، عمالة بتحول لي البصل، عشان انا كنت حاطة شوية هناك وشوية هنا كده يعني، عشان الشمس وكده يتشمسوا. وبعد كده ايه، اشرشهم زي ما انتوا شايفين كده، وشرشهم بقى كده. وحوش اللي هي لها زور كده يا حبايبي، بيبقى ايه لما تيجي تمسكيها كده تلاقي الزور يعني تمسكيها كده تلاقي العمق بتاعها تخين، دي اسمها لها زور. بتسيبيها تستعملها الاول عشان بتفرغ منك فيما بعد يعني، بتفرغ منك فيما بعد. فهم طلبوا مني بيتزا، فحبيت ان انا اعمل لهم برضو كل اللي هم عايزينه. بصراحة انا كنت بتعكنين عشان سفيان خالص خالص يعني. بصوا، اما يكون في حد عندك تعبان، ابنك، اي حد من البيت، بتحسي ان انت اللي تعبانة كمان وشايلة الهم كله. طبعا انا لما كشفت عليه الدكتور كتب له كام حقنة، كنت رايحة اديه الحقن. طبعا كان باخد الحقنة من هنا ويصرخ من هنا، ويعني بيخلص منه خالص، واتغزغز بصراحة كام حقنة كده ومرتاحش. برضو كنت اتصلت على الدكتور، يا دكتور سوفي مرتاحش، سفيان مرتاحش. كتب لي نوع حاجة يعني حقن تانية كده. فالحمد لله نزلت السخونية شوية، السخونية مش كانت بتنزل خالص يا حبايبي. فالحمد لله يا رب، والله العظيم خلصت علبة لبوس ودواء. فربنا يشفيه ويعافيه يا رب، وربنا ما يضرنا في اولادنا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب ما نضر في اولادنا ابدا، ولا يحرق قلب ام على ضنوها. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يكبر خاطرنا كده، خاطرنا كلنا جبرا جميلا كده عزيزا. اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسوش بقى تدعوا لاخواتنا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم. اللهم امين، ينصرهم نصرا عزيزا كده، ويبعد عنهم ولاد الحرام، وربنا يوقع اسرائيل كده في شر اعمالهم. اللهم امين يا رب العالمين. عشان انا سمعت كده عن بوست امبارح على النت، ان في حد يعني حد، بعض اسرائيليين ماتوا في البحر. فربنا ينتقم منهم كلهم جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. عشان اخواتنا في غزة وفلسطين كده، يا رب ينصرهم كده. كفاية عليهم، كفاية عليهم قد كده حزن، وكفاية عليهم شهدائهم اللي راحت منهم، وكفاية عليهم حبايبهم اللي افتقدوهم. فربنا ينصرهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ولادي كده حواليا، كان سفيان نايم وهم عاملين بقى اللي بيناولني
ملح، واللي بيناولني ميه، واللي بيناولني مش عارفه ايه، وعمالين ايه كده يعني، ايدهم بايد. طبعا الميه دي كانت فاتره دافيه يعني. كنت حاطط الخميره بقى تختبر كده مع معلقه سكر، وحطيت شويه ملح، معلقه ملح كده في العجين والخميره. وبعد كده يا حبايبي يعني عجنتها بميه وملح وخميره وكم معلقه زيت كده يا حبايبي، بس كده. دي كان عبارة عن نص كيلو دقيق فينو على شوية من عندي بلدي كده. بس بصراحة البلدي ما بظبطش معايا خالص، هي بينشف العجينة يا حبايبي. لا يعني بصوا، يعني عايزة يعني، أنا عارفة إن هي يعني هي أكيد مش هيظبط معايا العجينة. أنا حطيت وقلت يمكن يصدف معايا وتبقى حلوة. هي حلوة الحمد لله، كانت حلوة وجميلة وزي الفل وهشة وكل حاجة. بس الدقيق بتاع البلد ده بيبقى نشف شوية بعرقه جامد يعني، العرق بتاعه جامد. فطب بعد كده ان شاء الله باذن الله يعني، هم ما فيش الا شويه ده عندي اصلا يعني. اسيبهم كده، احمر منهم سمك، اعمل منهم حاجه اي حاجه كده يعني. وبعد كده ايه، طبعا هم جايين يحكي لي قصه حياتهم، كل شويه يطفوا لي التليفون اخويا بيعيط، اخويا مش عارفه ايه. قلت لها هتقعدي جنبي، جابت وقعدت جنبي. طبعا انا كنت خلاص عملت البصل والثوم والحاجات دي. كنت حطيت نص كيلو طماطم على بصلتين وعلى كام فص توم كده وبهارات وملح وكله، حطيت على البوتاجاز يتسلق كده مع بعض عشان دي ايه طماطم البيتزا. سبت بقى البيتزا تخمر كده والعجينه تخمر، وسبت الصلصه بتاعت البيتزا على البوتاجاز. طبعا طماطم وبصل زي ما قلت لكم وتوم وشويه بهارات كده وفلفل اسود وكمون وملح، وسبتها كده تستوي مع نفسها كده. وبعد كده هفرمها يعني هفرمها في الخلاط. اسيبها تبرد شويه وبعد كده افرمها في الخلاط عادي عادي يا حبيبي. والله فرمتها وهي سخنه عشان العيال كانت مستعجله وعايزين ياكلوا. فطبعا حبيت ان انا اعمل لهم ايه، كل واحد كوبايه شاي على اللبن كده، عشان وبسكوتين كده يفطروا فطار خفيف كده على ما البيتزا تخلص كده ونبقى ايه ناكل بيتزا. فطبعا سخنت اللبن وشغلت الكاتل كده، عملت كل واحد كوبايه شاي على لبن، وجبت بسكوتين، طبق بسكوت كده يا حبايبي، ده بسكوت العيد اللي عندي. وحطيته كده على الصينيه كده، وهحط كده نفطر سوا. كل واحد بسكوتين كده بكوبايه شاي. طبعا ما بكترش سكر اصلا عشان مش يبقى ايه يعمل نفسنا، لان ولادي بصراحه ما بيحبوش الشاي، ما بيحبوش الحاجه مسكره قوي يعني، وراف بنتي بالذات. وانا كمان يعني لما باكل حاجه مسكره كده نفسي بتجعز منها، او نفسي بتاخدني منها يعني بسرعه. طبعا العجينه كانت خمرت معايا، اختمرت معايا، وايه وزي ما انتم شايفين كده ال- الملمس بتاعها ناعم جدا جدا وطريه. انا يعني دايما كده تعملي، بصوا هي العجينه المفروض اصلا يعني العجينه كلها كانت تتحط في صينيه واحده. كان يعني عشان تبقى ايه تخينه معايا، عشان انا بحب البيتزا مش رقيقه قوي ولا تخينه قوي، بالوسط كده يعني. فبصراحه آه، كانت المفروض العجينه كلها تتحط في صينيه واحده. فانا رهف كانت طالبه مني، بصوا انا المود بتاعي مش متظبط خالص، المود بتاعي مش متظبط خالص. فحابه ان انا ايه يعني كانت رهف عايزاها بيتزات ميني بيتزا صغيره دي، يعني بيتزات صغيره كده. تقول لي ماما اعملها لنا كده زي القرص كده. فبصراحه يعني بصوا عايزه انا دماغي كله وتفكيري كله في، روح يا بابا يلا الحمام يلا، عند تفكيري كله في سفيان عشان تعبان. روح يا بابا يلا عشان لا يا حبيبي لا. روح. لا. طبعا كده كنت فرمت الصلصه بتاعت البيتزا وايه وبصي لازم كده من تخريمه لازم تحطي ايدها في كل حاجه يا رهف بنتي. نخرم البيتزا كده عشان مش تقب معانا في الفرن، عشان هي مختمرة وحلوة جدا. طبعا انا حطيتها الاول في الفرن بالزيتون والفلفل. وبعد كده حطيت اللانشون، فردت اللانشون واللي بتاع عشان مش ينشف معايا، عشان انا مش عايزه اللانشون يبقى ناشف، ولا عايزه ده رهف. طبعا مستنيه البيتزا تطلع، طبعا طلعت معايا كده حلوه.
بصوا انا حطيت كيس بقول لكم انا حطيت كيس الجبنه الموزاريلا. الكيس كامل والله العظيم، الكيس ده ب28 جنيه. حطيته كامل كده عشان تديني مطه، ولا ادتني مطه ولا ادتني اي حاجه. معرفش جبنه الحمد دي يعني اللي بتيجي ديت مش من الحلوه اصلا. طبعا كنت حمرت طبق بطاطس وحطيت لهم كاتشب. وبصوا كان يعني المود بتاعي مش كان حلو خالص خالص. فحطيت لهم كده ياكلوا. وكل يوم ماما معانا والله انا قعدت كده اكلت حتتين كده، وبعد كده قمت انا ده كان تاني يوم. طبعا قمت كده مسحت البوتاجاز حلو عشان بحب كده اطبخ على البوتاجاز وهو ممسوح كده. بحس براحة نفسية. طبعا البوتاجاز بتاعي مش كان نضيف. وقفت كده ومسحته عشان ان انا اولع على الاكل. كنت عايزه اعمل لهم مقلوبة. بصراحة يعني ما عملتهاش من زمان. بس انا الحاجات بتاعت المقلوبة مش كانت موجودة كلها يعني مش كانت موجودة ازاي يعني مرaf يعني. كان عندي حباية بس بتنجانة صغيرة كده مش هتكمل، كان عندي حبتين بطاطس. وطبعا انا بحب اكتر البتنجان بتاعها والبطاطس عشان تبقى حلوة غنية بالبروتينات كده، وتبقى غنية بالحاجة كده. تعرفي تاكلي فيها يعني. يعني ايه؟ لازم مثلا يعني مش بتنجانة واحدة مش هتكفي بصراحة. والبطاطسيتين مش هيكفوا. لازم اعمل يعني رق كده بطاطس محترم. رق كده بتنجان. واحط رز كده رق كده ورق كده واحط كده يعني كده مسحت البوتاجاز كده وخليته فل شمعة منورة طبعا. ان شاء الله الايام اللي جاية انا هعمل معاكم بصوا روتينات وحاجات حلوة هتستفيدوا منها، حاجات حلوة يعني ان شاء الله. طبعا يا حبايبي كده حبيت ان انا ايه احشي الفرخة كده بصل من جوه. سخنت الحلة كويس. وبعد كده ايه حشيت الفرخية من جوه بصل قصدي والله عايزة اجيب عايزة اجيب لي كام بطة كده. بطتين ولا حاجة اخزنهم في الفريزر، اعمل البطة مثلا على مرتين ليا وللولاد. ومستنية يعني ان شاء الله كده يبقى معايا فلوس واروح اجيب بطتين لان البطة غالية يا حبايبي. فطبعا والله العظيم يعني هي تحسبيها كده هتلاقي يعني الفرخة دي ب200 جنيه. طيب حطي 100 كمان وجيبي البط طبعا. كتغيير. وطبعا طعم حلو ومفيد عن الفراخ كمان. طبعا حطيت طماطم، قطعت حبتين طماطم كده. وورق لورا وحبهان وكمون وفلفل اسود وشوية ملح. وحطيته كده حطيت الفرخة كده على البوتاجاز تستوي. يعني مع نفسها كده على نار هادية كده. تستوي في عرقها شويه وبعد كده احطها ايه. احط لها الميه بتاعتها. طبعا انا كنت بلعب في سفيان واضحك فيه. طبعا المود بتاعه مش كان حلو قد كده. عشان هو تعبان يا حبايبي. بعد كده الفرخه استوت معايا انا شلتها من الشوربه. وصفيت الشوربه بتاعتها ايه يا ريان اسكت. الله. هعملهولك حاضر. وبعدين كده صفيتها. انا بحب ان انا اصفيها كده يا حبايبي في الاول كده عشان ولادي اصلا ما بحبوش البصل اللي بيبقى في الشوربه. طبعا بصفيها والطماطم والحاجات دي كلها. وبسيب كنت حتى. لا انت بتحب البصل. اي لا مش هتحبه ايه. كذابه والله انت اللي كذاب. قول لي كذابه. والله انتوا ما بتحبوش البصل يا ولاد الجزمه. وتقولوا لي يا ماما حوش الطماطم اللي في الشوربه دي يا ماما حوش البصل اللي في الشوربه دي يا ماما. لا صح. لا صح. لا لا لا. والله ما بحبوش البصل. اللي انا ببقى مقطعاه كده في الشوربه بقول يا ماما شيل البصل كده مش تحطيه لنا في الشوربه، فلازم اصفي الشوربه لازم يعني. كلنا لازم نصفي الشوربه يا حبايبي عشان يبقى ايه تبقى شكلها حلو كده في التقديم. فطبعا هم ما بيحبوهوش اصلا. الكذاب ده اهو الواد كذاب ريان ده اهو والله كذاب. يا كذابه هتروحي النار. عشان نسرها في تبريح سحرها. عشان تبقى سحرها بالراحه كده عشان تاخد بالها من اخوها. فطبعا ايه كنت عملت شويه رز بشعريه كده يا حبايبي، وكنت حطيت صلصه كده على البوتاجاز، وكنت عايزه اجيب بسله. بصراحه يعني انا الفريزر بتاعي من يوم ما كان بايظ انا حاطه البسله عند بنت خالتي. عم اصلح الفريزر. وبعدت اجيب كيس بسله مش يعني ما جبتش بصراحه يعني. فقطعت كده حبتين بطاطس كنت لسه بتاع السوق جاي قدام البيت. فجبت منه بطاطس كده الكيلو ب12 جنيه ونص الاتنين ب25 جنيه. فجبت منه كده 2 كيلو بطاطس. وحطيتهم فردتهم بقى في البلكونه اللي بحطهم. هجيب انا لسه ما رحتش السوق. ففردتهم كده واخدت منهم حبايتين كده كبار عملتهم قطعتهم كده. وحطيتهم في الصلصه ليا يعني لان ولادي اساسا ما بيحبوش الطبيخ.
ولادي ما بيحبوش الطبيخ، صح يا ريان؟ لا أحب. يا كذاب، ولا انت تقول عليه؟ انت واكل امبارح رز وايه؟ بالظبط. رز وشوربه. واكل امبارح رز وشوربه، فما بحبوش الطبيخ. فالطبيخ دي ليه انا يا حبايبي؟ زي ما انتوا شايفين كده، سبت الاكل على البوتاجاز، شويه الجرس يرن يا حبايبي، كل شويه الجرس يرن، كل شويه اسيب التليفون، افصل الفيديو وانا مدمجه، واطلع جري على الباب، بفتح الباب. طبعا انا نزلت المواعين دي يا حبايبي، كنت بصراحه عايزه اعملهم من زمان، يعني بقالي اسبوعين كده مركمه فيهم كده عايزه اعملهم، بس طبعا مفيش وقت. فطبعا جه الوقت بقى اللي ايه، كنت مولعه على الاكل في المطبخ، كنت مولعه على الاكل يعني وانا قاعده في المطبخ كده، وكنت مشغله كمان الغساله. وبعد كده قلت بقى ايه، لا مش بدها بقى، اجيب بقى شويه الكراكيب بتوعي ارصهم، المواعين يعني. مسحت طبعا الضلف كده. طبعا اليومين الجايين هعمل معاكم روتينات حلوه كده ومنشطه كده، تنشطكم وتنشطني، وفي هيبقى في تغييرات يعني ان شاء الله. انا بحب التغييرات قوي يا حبايبي، بس والله العظيم يعني التغييرات دي بفلوس، يعني ما تيجي تغيري كده كل حاجه تغيرها بفلوس. فان شاء الله باذن الله كده هنغير مع بعض كده كل حاجه، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يزيدنا ويزيدكم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده زي ما انتم شايفين كده برضو دي حلل الالومنيا واحطها على بعض، وطبعا الغطيان على بعض، والحاجات دي كلها كده على بعض، كل حاجه على بعض على بعض على بعض كده. طبعا كده كل حاجه تبقى لازم تبقى متنظمه كده، وكل حاجه في مكانها. وايه كده يبقى ايه كده تمام وفل قوي كده، خلاص كده. عملت الضلفة دي والضلفة دي، طبعا حطيت الزيت يسخن وكده، هحمر بقى ايه ال ال الفرخة. طبعا كان بقول لكم بتاع الخضار جاي قدام البيت اللي هيفرش بكرة يعني للسوق، كان جاي وكده. فطبعا انا مش كان عندي طماطم خالص، كان عندي كام حبايه كده وخلاص، حبايتين تلاتة. وبعد كده نزلت جبت منه طماطم وبطاطس زي ما انا قلت لكم كده وريتكم، وبحط لها جابت لي لسان عصفور. بدل ما تجيب لي واحد قلت لها هات اتنين عشان يملوا مركزهم كده يا حبايبي، واحطهم في البرطمان كده يبقى ايه. لان انا بعمل منه لسفيان، يعني بعمل منه لسان العصفور كده بشوربه لسفيان. وطبعا الولاد بتحب لسان العصفور في الشوربه قوي، فطبعا بعتها جابت اتنين، الواحد ب11 جنيه. وبعد كده هغسل البرطمان، انا مرضتش افضيهم لما اغسل البرطمان بتاع التوابل بتاع قصدي لسان العصفور، عشان ما غسلتوش من زمان. هو نضيف بس لازم ايه ايدي برضك ببقى امسحه كده يا حبايبي، بس انا عايزه اغسله يعني بميه وسلكه وميه وكلام من ده. وبعد كده سبتهم كده، هاخد منه شويه لسان عصفور، وبعد كده ايه هبقى مغسل البرطمان، هفضه معاكم، وهجيب ان شاء الله شويه مشتريات كده للمطبخ باذن الله كده، وشويه استيكرات كده وشويه حاجات كده وهفتكنات كده، وهظبط الدنيا يعني، هتظبط الدنيا مع بعض ان شاء الله. طبعا انا سفيان ريان قصدي كان وراه درس. وريان انا هقول لكم اهو، اللي بيقول لي يا ماما انا باكل الطبيخ الكذاب. حطيت له شويه رز على شوربه. طبعا الاكل كان خلص، طبعا ده كانوا بصلتين كده فايضين. انا بحب البصل قوي، بس بحب كده اسلقه مع اللحمه والفراخ والكلام من ده، واحب احمره كده. امنا زمان الله يرحمها كان كل واحد نايب بتاعه مع البصله بتاعته كده، الله يرحمها يا رب، يجعلها في الفردوس الاعلى، امي يا رب وابويا، اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يرحمهم، ما تنسوش تدعوا لهم والنبي، وتدعي لامواتنا واموات المسلمين، ربنا يرحم في كل عزيز وغالي افتقدناه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حطيت له شويه رز على شوربه، واحط له كده على الصينيه، واحط له كده الدبوسه، هو بحب الدبوسه اصلا بتاعه الورك، واحطه كده وهو ياكل. طبعا ده كان ليا انا ورهف، هو مشي وكل واحد طبق رز اهوت ليا انا ورهف. طبعا انا الطبيخ ورهف برضو في الشوربه، ما تحبش طبيخ، ولادي ما بياكلوش اي نوع طبيخ يا حبايبي. متنسوش كده تحطوا لنا لايك كده ودعوه حلوه من قلوبكم، ويا رب من قلوبكم ربنا يكبر خواطركم وخواطرنا، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب دايما اكون خفيفه عند قلوبكم وعند حسن ظنكم، وافيدكم لو بمعلومه بسيطه.